مهتمين بموضوع التعرفة فقط. خليني أعرفكم عن نفسي، اسمي عامر صباغ، عايش بمونتريال بكيبك بكندا. وبالنسبة للخبرة اللي عندي، صار عندي خبرة طويلة وبيع طويل بتحمل الأعباء والمشاكل بعد هالسنين كلها تمسحنا فينا نقول. أما إذا كنتوا عم تسألوا عن موضوع التعرفة الجمركية بين أمريكا وكندا، ضرب كراسي مشان اختصركم الحوار، مقطعين بعض وشغال المزاد العلني فيما بينهم. هونيك قال له 50% على كثير من البضائع، هون قال له برد عليك دولار بدولار، قال له إذا حتضيف دولار بزيد اكثر، ومقطعين بعضهم الجماعه. بتقلي مين اللي حينضر، كندا ولا امريكا؟ بالحقيقه بالنسبه للشعبين اثنين حينضروا، خصوصي انه حجم التجاره كبير. اي نعم في شويه دول بتتحمل اكثر من دول ثانيه، في ناس بتحمل شويه عض على الاصابع اكثر، المهم اثنين حيتشمشطوا. هذا بنظره كثير من الخبراء الاقتصاديين والناس المهتمه بالشان هيدا. هلا بتقلي طيب انت شو اللي مضايقك بالموضوع؟ ما عم تقول انك متمسح، يعني قالوا اللي شرب البحر ما حيغص بالساقيه اذا زادت الاسعار شوي. والله قهرني خبر نازل بالصحف، ناسي كل المشاكل وناسي الشركات اللي سكرت والموظفين اللي حتفل، ويمكن مصانع حتنقل. وشو حاطط لك الخبر؟ قال لك حتزيد اسعار ورق الحمام، قال الرولو. تارك كل المواضيع وتارك كل القلق ومدولنا قال على موضوع الرولو تبع الحمام. زعلني والله. هلا الا الله، هم هالناس اللي بتكتب عندها نظره وعارفه انه على كتر الخوابير اللي حناكلها ان كان هون ولا بامريكا حنحتاج كتير لورق حمام.